ارجوكي. طب تمام. هو انا كتير بيطلبوا الربطات الطرحه زي اللي انا بلبسها كده، بس هي دينا الموديل اللي معانا مش المفروض بتبقى لفه الطرحه على الرقبه، بس هي حابه بتبقى لبسها بيبقى كده. بنبقى عاملين دي لورا، بنحط هنا دبوس. طيب معانا بنشبك دبابيس. الدبوس بتبقى على البس في الطروف هنا من الجنب ده عشان ما يتزحلقش، عشان ما تتزحلقش. ونقدر احنا نعمل نربطها من ورا، اللي هي الربطه العاديه خالص البسيطه. اي بنت خارجه الكليه النادي بتبقى عايزه حاجه سيمبل قوي بسيطه قوي. الربطه دي بسيطه جدا، بسيطه وكده على الجنب. تحطي واحده قدام واحده ورا، بس انت ممكن تضيف شيء ممكن زي كده بحيث تغطي الرقبه. ممكن نعملها كمان بالشكل ده برضه، هي نفس الطرحه وبتعمل كده وبترميها لورا كده، برضه بتبقى سيمبل قوي. طيب جميل. او كده بقى المظهر ده يليق، قلتي لجامعه الصبح، جامعه مدرسه، للدراسه، للراحه النادي، الحاجات اللي هي بتبقى خفيفه محتاجه جميل. حاجه بسرعه يعني. طيب. مش محتاجه ان هي تلبس الربطه دي لكل الاعمار؟ لكل الاعمار مفيش مشكله. لو مثلا حد مش بنوته صغنطه وبتلبس حاجه مفتوحه من هنا، فممكن تلف تحت الاسبانيش ده، بتجيبه وهوري لها برده لفه طيب الاسبانيش ازاي. اللي خلصتيه ممكن نتخلص منه علشان ما يلخبطكيش ونكون اسرع. طيب هنعمل الطرحه التركي برده، بتطلب مني كتير قوي. طيب دي القماشه هنا بقى ايه؟ ده حرير على ستان. ايوه. بنعملها كده، ممكن نتنيها من قدام عشان لو هتدي الفوليوم شويه اللي هو عايزينه للبوزه. ناس كتير بتقول لي انت بتوقفيها ازاي؟ بنوقفها ازاي؟ بتبقى بالنسبه لنا بنحط يعني طرحه تول طرف لازم بنتني طرف جواها طرحه تول. بنعملها كده. ده عايز بعد الظهر يا عبير؟ ده ممكن سواريه، وممكن ده هو الستان بعد الظهر. ايوه يفضل يعني لو في حاجه الشكل ده. يا ده عايز بقى مثلا مناسبه شويه، خروجه بالظبط كده بعد الظهر. ده ممكن هنربط كده وتبقى حاجه على الجنب، حاجه برضو سيمبل قوي، مش هتبقى بالنسبه لنا لا دبابيس كتير ولا عامله اي شكل. وهنا هنوقف ده طيب بطرحه تل تحتها. حلو قوي، جميل قوي ان ساده مع طرف منقوش. ان في قله استعمال للدبابيس لانها بتقلق شويه. كتير ما بيعرفوش يحطوا الدبابيس اصلا، بس هو لازم احنا لازم نستخدم دبوس من هنا. في كمان بيستخدموا اللي هو الدبوس اللي هو بيبقى براس ده، بيعمل هنا اسود كده وبيسيب اثر جدا. ما بيروحش خالص. فانا بقول لهم يستخدموا الدبوس العادي اللي هو ده، يبقى افضل ليهم يعني. في حاجه تانية زي دي هعمل لها زي اسبانيش برضه، هنتني جزء شويه من الطرحه عشان هي عريضه، وهنحط الطرحه طرف طويل وطرف صغير. انت دايما بتشتغلي بطرح طويله قوي ولا مش شرط؟ لا لازم طويله. هو في دلوقتي لازم الطرحه تبقى طويله بالنسبه عشان تقدري تلفي اللفه اللي هي السابقه ودي. لان هي لازم اللفه تبقى ليها شكل من هنا نازله على من قدام كده على البلوزه اللي هي لابساها او الشميز اللي هي لابساه، فلازم تدي فوليوم برضو شكله حلو لللبس بتاعها. وبرده ده حاجه اسبانيش، ممكن نعمل حاجه زي كده برضو سيمبل قوي، وممكن تنفع الصبح وتنفع بعد الظهر. طيب هايل. وبرده جميع الاعمار يليق لها ده. جميع وممكن على برضو تلبس نفس اللي انا لابساه، تلف البندانه كده وتلبسها على الشكل ده. وبرده ما خدتش غير دبوسين بس، دبوس من تحت لازم نقفل بدبوس من تحت قفلنا ورا ودبوس من جنب. بنجيب ده او بنعملها بشكل تاني مثلا اللي هو كده لفيتي. لو هي برضو مش لابسه حاجه وعايزه تداري الرقبه فبتجيب كده. طيب حلو، انت عملتي اختلاف في الشكل بنفس الطرحه. يعني ممكن الطرحه نعمل منها كذا حاجه، ممكن اعمل بنفس الطرحه برضو اللفه وكل يعني حجم الوش طويل مدور رفيع؟ لا كل وش وله لبسه. يعني هنا وش دينا شويه صغير متهيألي. في وشوش مليانه مع الوشوش المليانه هنعمل حاجه مختلفه. يعني مع الوش المليان لازم هنغطي شويه، هنلبس برضو طرحه
هو اللي سايد قوي وكل اللي بيحبوه دلوقتي التركي. اللفه التركي. اللفه التركي برضو بنيجي المفروض مش بنبين البندانه اللي تحت اللي احنا حاطينها، البيز اللي تحت ده اساسي، بس مش شرط يبان، مش لازم يبان. في ناس بتحب تبينه، انا بحب ابينه عادي مفيش مشكله. دي اللفه دي لوشوشهم تخينه، احنا جبنا نسحب الاشار بالقدام بالظبط كده، بنجيبه كده وهنجيب من تحت كده الطرحه، هنحط برضو الدبوس، مش هنقفل لجوه، يعني مش هتنيها لجوه، هتبقى كلها بالطول كده لحد تحت لحد اخر الوش. برضو هنلف ده، هنعمل حاجه زي بقى سكارف، طرحه وسكارف. هنربط الربطه دي كده، هتبقى دي من قدام وهنا طويل من ورا. طيب حلو قوي، برضه سيمبل قوي في بساطه وفي شياكه، ودارينا التخانه اللي هنا وهنا كمان بيبقى فيه لغط، المفروض بقى مع الكونتور والحاجات اللي المفروض يحطها يقللوا شويه حجم الوش، بس لو ما عرفوش بتبقى الطرحه بالطول ده للوش المليان. جميل جدا. الحقيقه قدمت لنا كام شكل في اختلاف. لسه هعمل لحضرتك بقى كمان في لفه التربون الجديده اللي هم البنات برضو طالبينها مني، لفه التربون اللي هم ازاي يلبسوا الطرحه بتاعتهم وفي نفس الوقت يعملوها اللي هي التربونه الجديده بشكل جديد. ازاي بقى؟ هي بتجيب الطرحه كده تحطها من تحت، وهتلم دي كده. دي طبعا البيز الاساسي ده هو بيديكي حتى الفوليوم اللي ورا برضو، يعني احنا مهم عندنا الفوليوم اللي ورا ده، لان في كل الطرح مطلوب او بيدي شكل في الشكل الطرحه مع كل انواع الوشوش والاحجام. هي بس الوش التخين ما تحاولش تخليه كبير، لازم يبقى صغير. دي حاجه دي اللي هي لفه البندانه، بدل ما تشتري البندانه اللي هي الجاهزه ممكن هي هتعمل بطرحها القديمه اللي عندها اصلا، بدل ما تكلف نفسها اللي في البيت تستخدمها كشكل بندانه منقوشه او ساده على حسب لبسها. وشايفه انا الخامه هنا قطنيه وطريه. دي بقى بنعملها على كذا شكل، ممكن نرجعها ورا كده، ممكن نلفها كده اللي هي اللفه الجديده. برضو بنعملها في دبوس بتدي شكل ورده، وبتنفع دي كمان مع السهره بس مش مع النوع ده عايزه بتاع قماشه بقى طبعا، القماشه دي بتاعت الصبح. انما في برضو عندي قماشه ثانيه ستان والستان برضو كتير مش بيعرفوا يلفوه لان هو متعب جدا، متعب جدا في اللبس. فانا هعمل لهم حاجه، هنجيب حاجه تقول زي كده عشان نرفع بيها الستان، لانهم برضو بيسالوا قد ايه اللي بيوقف الستان. فانا هنعمل حاجه كده، وطبعا منقيه لون المفروض ان هو يليق مع باقي اللبس. هو برضو مش هيبان يعني، هو بس احنا عارفه برضو بنحط بيز للطرحه الستان عشان نوقفها، هو ده المهم بالنسبه لنا. طيب لو دوت بيز مش مستخدم ممكن يبقى الحجم اقل شويه، مش لازم تبقى طويله قوي. لا مش لازم، مش لازم تبقى كبيره. ولو طويله بتلفها على الكحكه اللي ورا كده وخلاص خلصت، برضو عادي مفيش مشكله، وبتحطي دبوس. طيب كويس. هو المهم بس يستخدموا الطرح اللي في البيت، ما يحاولوش يركنوها ويجيبوا جديد كل شويه، ودوت بيبقى يعني مكلف طبعا. انما افكار مختلفه بتدي مظهر مختلف. بالظبط كده. برضه هنتني الطرحه كده، هنوسطن دي عشان هنعملها لورا، رابطه لورا، في ربطه التركي لورا برضه هنوقف دي، بس هنتني كده برضه للوشوش اللي هي عايزه تبان ان وشها مليان. طيب هنا وقفت الطرحه الستان، الطرحه الستان اللي متعبه بنات كتير قوي، تعبهم من الطرحه الستان مش بتقف. والله يعني دي صعبه شويه، بس مع التل، مع ان تحط حاجه تل تحتها خلاص هي معاها ظبطت. برضه هنعمل دي لورا. ايه الجمال ده ميرسي ليكي. بتبقى بالشكل ده، ووقفت الطرحه الستان اللي كل البنات بيقولوا لي بتوقفيها ازاي. طب هايل. هنحط هنا برضه الطرحه بتقف سهله خالص، مفيش اي هنحط هنا كمان دبوس وهنا دبوس وخلاص، هي الطرحه بالنسبه لهم برضه بنفس الشكل ده. هنعمل كذا فكره، لان احنا ممكن نعمل رابطه كده من هنا كده وحاجه كده، يعني هي مجرد ان تلبسها تبدع فيها. سهل جدا،
سهل وما تقلقوش من الستان. أيوة. يعني البنات ما يقلقوش من الستان، هي براحتها تشكل زي ما هي عايزه. وده بيدي حريه في الحركه، ما تخافش ما هتقع هتتفك. لا 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 خالص. طيب برضو الطرحه دي هتنفع للبنات اللي هم دي الصبح. حلوه جدا، خامتها حلوه جدا، فللصبح هتبقى مظبطه مع البنوته وتقدر تلبسها وبشكل مختلف. هنعمل لها شكل خالص مختلف لو هي لابسه حاجه زي كده وعايزه تقفل، ما فيش بادي تحت، فهنلبسها لها كده بالشكل ده. هو الحقيقه كمان كل ما اخترنا للصبح يعني حاجات خفيفه وطريه وقطنيه او كده بتفرق في الصيف والحر، مش طبعا كده؟ طبعا. احنا داخلين على الصيف ولازم كل يا نلبس جل يا نلبس اقطان، والاقطان اللي هي النوعيات اللي هي قطن بيور يعني مش. ايوه. وبعدين على فكره يعني ده لازم الاهتمام بالطرحه لانها بتعتبر شيء اساسي في اناقه المحجبه. طبعا شيء طبيعي، يعني فعلا هي اكتر حاجه بتلفت النظر. هي الوش. هو باي ما بتبص حتى العروسه لما بييجوا بيبصوا على الوش وبعدين يجيبوا الفستان. أيوة. هو المهم الوش، الطرحه المظبوطه، الالوان متناسقه مع اللبس. أيوة. ده اهم حاجه طبعا. يعني مش هنلبس طرحه مثلا لابسين لبس احمر وهنلبس عليه حاجه لونها فوشيا، ما تنفعش. يعني لازم تناسق الالوان. انت ما حطيتيش دبابيس فعلا؟ ما بتحطيش ولا دبوس واحد كده وبس؟ دبوس خلاص. كافي، دبوس واحد كافي بس. احنا نمسك الطرحه من هنا ثبتناها